السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. طبعا الجو بقى بدأ يدخل كده في الشتاء والجو بدأ يسقع واحنا عايزين كل يوم نشغل الفرن عشان يدفي البيت. فاحنا خلاص بقى هنعتمد الوصفات اللي هنعملها في الفرن. هنعمل أول حاجة كده النهاردة بسكوت جوز الهند بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس عايزة أقول لكم بجد طعمه في منتهى الجمال لكل محبين جوز الهند. البسكوت ده فعلا ليكم. يلا مع بعض كده نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجه معايا كوبايتين من الدقيق نخلتهم كويس جدا، 3 معالق كبار من جوز الهند، معلقه صغيره من البيكنج باودر تكون ممسوحه، نص كوبايه من السمنه بدرجه حراره الغرفه او من التلاجة، نص كوبايه من السكر البودر، حبه بيض وكيس من الفانيليا. على الدقيق بقى احط جوز الهند واحط معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر عشان ما يسيحش معانا وما ينفش قوي ونلاقيه كله لازق في بعضه. هقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخلاص كده المكونات الجافه جاهزه معانا. هجيب بوله بقى احط فيها نص كوبايه من السمنه البلدي، يا اما بدرجه حراره الغرفه او من التلاجة عادي جدا. انا طلعتها من التلاجة سبتها بس حوالي 5 دقايق او 10 دقايق على ما جهزت كل المكونات واستخدمتها على طول. بتبدا ان هي تسيح معايا على طول بكل سهوله كده لو انت هتستخدمي ايدك، ودي احلى طريقه. حطيت عليها بقى نص كوبايه السكر البودر وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. هتلاقي السمنه بتدوب معاكي على طول وهتديكي كمان نتيجه حلوه جدا. هبدا بقى ان انا اقلبهم مع بعض كده. عايزه اقول لكم دقيقه ونص او دقيقتين بالكتير قوي هتلاقوها بقت معانا لونها فاتح والقوام اللي احنا عايزينه. زي ما انتم شايفين كده، هو بس الجلافز كبير عليا شويه فكنت كل شويه برفعه، بس عادي جدا مفيش مشكله. طبعا لو انت في بيتك عادي تغسلي ايدك كويس جدا وتشتغلي بايدك، مش لازم جلافز يعني ولا اي حاجه، هو بس عشان خاطر التصوير. شايفين بقى اللون افتحي معانا على طول ازاي، اللهم بارك، مع ان السمنه كانت طالعه من التلاجة بس ما شاء الله دبت على طول. اول ما تاخد معانا اللون الابيض الفاتح ده هنزل على طول بحبه البيض وكيس الفانيليا وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض لحد ما البيضه تختفي معانا تماما، مش اكتر من كده. اول ما تختفي معانا بقى بالشكل ده هبدا على طول ان انا هنزل بالدقيق اللي معايا كوبايتين الدقيق. زي ما انتم شايفين كده مفيش اسهل ولا ابسط من كده. عايزه اقول لكم سريع جدا وسهل جدا واقتصادي وفي منتهى الجمال وهيديكم كمان كميه كبيره قوي. هبدا بقى ان انا الم البسكوت بتاعنا بالشكل ده. احنا مش بنعجنه، احنا بس هنلمه، مش اكتر من كده. طبعا لو ما تلمش معاكي بالشكل ده، معايا هنا معلقتين كبار من الحليب، خدت معلقه واحده بس وهبدا ان انا الم العجينه بيه. اتلمت على طول واحتجت هي بس معلقه كبيره من الحليب، ما احتجتش المعلقه التانية. لحد ما بقت معانا بالشكل ده اختبرتها ما لقيتهاش بتشقق معايا، خلاص كده هي زي الفل وتمام. البوله الصغيره دي بقى فيها معلقه ونص كبار من السكر الابيض الحبيبات العادي، عليه معلقه ونص كبار من جوز الهند، وهقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. ودي بقى هنحطها على وش البسكوت. ممكن تستغني عن الخطوه دي، مفيش اي مشكله خالص. حابه بقى تستخدمي جوز هند ناعم خشن اي حاجه مفيش مشكله خالص. ممكن سكر بس، ممكن سكر بس عادي جدا. هبدا بقى ان انا اكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واضغط عليها ضغطه بسيطه، وهنزل على طول في خليط الجوز الهند والسكر وعلى طول على الصينيه من غير ما ادهنها اي حاجه خالص. هي العجينه ما شاء الله فيها كميه حلوه جدا من السمنه، مفيش مشكله كده تمام، وان شاء الله مش تلزق معانا وهتبقى زي الفل. شايفين بقى العجينه ما شاء الله طريه معانا، وعايزه اقول لكم والله عجينه بيرفكت بجد. تقدري تستغني عن جوز الهند وتعمليه بسكوت بالفانيليا، هيبقى حلو قوي كمان معاكي مفيش مشكله. كمان ممكن تحطي بشر برتقان برده مفيش مشكله، هيبقى حلو قوي مع كيس فانيليا البرتقان اللي هو الدريم ده، حلو قوي وهيديكي طعم حلو قوي للبسكوت. ان شاء الله نعمله مع بعض مره تانية. هخلص بقى كل كميه البسكوت دي. اول صينيه خلصت معايا، شغلت الفرن سخن معايا كويس جدا، وهحطها بقى في الرف اللي في النص على درجه حراره 180، مشغله من تحت بس. اول ما يستوي معانا وياخد لون من تحت هشغل الشوايه ياخد لون وبس كده. وطبعا درجة اللون والتسوية حسب ما انت حابة. دي بقى الصينية التانية، ودي كل الكمية اللي طلعت معايا من كوبايتين الدقيق. خلاص بقى اشيل كل المكونات اللي عندي وهبدا بقى ان انا اغسل الرخامه بتاعتي كده، لو في لبن وقع، لو في سمنه والرخامه دهنت او اي حاجه، بسبونشه كده او اي سلكه فيها شويه صابون على شويه ميه سخنين وشويه خل، وهبدا ان انا اغسل الرخامه بتاعتي كويس جدا قبل وبعد، قبل ما تبداي في الوصفه وبعد ما تبداي في الوصفه، وخلي كل دنيتك نظيفه. بفوطه بقى هبدا ان انا امسحها كويس جدا، وغسلت الفوطه ومسحت برده الرخامه مره تانية ونضفتها كويس قوي، وغسلت بقى كل المواعين. كانت الصينيه دي خلصت خلاص كده، طلعتها من الفرن بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه ان انت ما تسيبيش مواعين وراكي وما تسيبيش المطبخ متبهدل، هتلاقي ان انت هتخرجي من المطبخ ولا اكنك عملتي اي حاجه خالص. شايفين بقى البسكوت اللهم بارك مش لازق ولا في واحده لازقه، وتحفه بجد ما شاء الله. هنا انا كنت لسه مطلعاه كان سخن جدا. عايزه اقول لكم بقى ان هو حلو قوي مقرمش ودايب وتحفه.
سمعتوا بقى صوت القرمشة، ودلوقتي هتشوفوا الذوبان بتاعه بجد بيرفكت. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. شايفين بقى جمال البسكوتة والسوا بتاعها حلو قوي. جربوها هتعجبكم جدا. الفيديو ده لو عجبكم ما تنسوش طبعا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش كمان تدعوا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويحفظهم ويثبت اقدامهم يا رب، اللهم امين. شايفين بقى جماله ولونه. وعايزه اقول لكم حاجه كده ما شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.